مع كل ظهور، مع كل ايفنت، مع كل مهرجان، دايما التعليقات كلها بتنصب على يعني الفنانين والفنانات في موضوع القبولات بين الرجاله والستات، او السلام بالايد والقبولات والاحضان والكلام ده. وبنلاقي سيل من التعليقات، واللي اكيد بيوصل للفنانين طبعا، زي فكره ان ايه يا جماعه ده، ازاي كده تتباس عادي، ده جوزها جنبها، ازاي ده يحضنها ويبوسها، الراجل ده مطول في الحضن قوي ليه كده، الراجل ده مطول في البوسه قوي ليه كده، الراجل ده ماله يا جماعه، فيه بيخبط على كتفها على ظهرها وجوزها واقف جنبها. شفنا طبعا، كلنا شفنا التعليقات دي، كلنا شفناها وكلنا بنشوفها كل مره، مش بس على الممثلين دول تحديدا، لكن على كل الممثلين اللي في بينهم قبولات. في على فكره ممثلات، يعني انا شفت مثلا ياسمين عبد العزيز ما بتسلمش بالقبولات خالص، واي حد بيجي يخش كده بتروح مصداه يعني. نفس الكلام كان كندا علوش برضه، نفس الكلام. فنانين كتير جدا على فكره ما بيقبلوش السلام بالشكل ده. في فنانين برضه بيقبلوا كده، عشان برضه في ناس تقعد تقول لك ايه، وسط مش عارف ايه، والوسط الفني كله. لا يا باشا، دلوقتي ما شفتش مثلا عبلة كامل، ما شفتش مثلا ايمان السيد، ما شفتش مثلا ياسمين عبد العزيز، حتى احنا قلنا ايه ما بتسلمش بالمنظر ده، ولا كندا علوش. فلا، في ناس ما بتسلمش بالمنظر ده. طيب اللي بيسلم بالمنظر ده انت وصمته وصم جامد قوي، وبتوصم زوجها وصف صعب جدا وبتاع. وان كان الكلام ده بالنسبه لك وبالنسبه لاي حد مثلا طبعا اكيد غير شرعي في كل الديانات، ان يبقى في سلام بين ناس اجانب بالمنظر ده، وزوج راجل وست يعني اجنبيين عن بعض مش متزوجين ولا حاجه، غلط في كل الاديان بالمناسبه. وحتى الناس اللي لا تؤمن باي ديانه، فهو في الفطره الطبيعيه جدا مراتك اكيد مش هتقبل ان راجل غريب يبوسها حتى لو انت ملحد. تمام. فالموضوع ملوش علاقه بالدين، هو له علاقه كل الاديان بتحرم الموضوع ده. حتى الناس اللي لا يؤمنوا باي دين برضه بالنسبه لهم اكيد الفطره يعني والغيره والكلام ده مفيش كده. طيب هل اللي هم بيعملوه ده يعتبر ايه؟ يعتبر مخالفه مثلا للشرع او لكل الشرائع يا سيدي، لكن انت بتوصم الناس دي بالفاظ صعبه جدا مخالفه للشرع برضه. يعني انت كمان مخالف للشرع انك تروح شاتم واحد وتقول على ده فلان ده يوس ده مش عارف ايه، زي ما بتلاقي في التعليقات دي. طبعا ما بتكلمش عن ممثلين معينين يعني، او اللي انا ذكرت اسمهم ما بتكلمش عنهم خالص، بتكلم عموما بقى. التعليقات دي احنا بنشوفها على طول وموجوده، وممكن اجيب لك نماذج منها، بس انا مش حابب اجيب لك نماذج من شتايم كتير، هجيب لك شويه كده، لكن مش هقول لك ده عن مين برضه، عشان ما نقولش عن حد معين يعني يبقى نشرنا الكومنتات دي. ولكن يا سيدي، انت كمان لما تيجي توصف حد او تشتمه، انت كمان وقعت في غلط شرعي. يعني الراجل اللي قدامك ده ساب زوجته مثلا تتباس كده، او هي سابت جوزها يقعد يبوس دي ودي ودي، الاتنين غلطانين شرعا في كل الشرائع كل الديانات. وانت لما تيجي تقول انها كذا او هو كذا، هو مثلا ساب مراته كده لا يغار على اهل بيته مثلا، او ان هي مثلا كذا انها تبوس راجل غريب، انت كمان وقعت في مخالفه شرعيه. طب يعني ايه اللي حصل؟ يعني انتوا الاتنين غلط، انت وهو غلط. انا ما بقولش ان هما صح، هما غلط وانت كمان غلط. طيب الحل ايه في الموضوع ده؟ ايه يا اخي؟ قول ربنا يهديهم. طيب هتقول لي مثلا إيه، من رأى منكم منكرا فليغيره. طيب ماشي، بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه. جميل جدا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب جميل جدا يا جماعه. طيب انت دلوقتي مش هتعرف تغيره بيدك، انت مين اصلا عشان تروح تغيره بيدك؟ انت مالكش سلطه على الكلام ده، والكلام ده قانونا صح. فاذا سلطه اليد دي في ايد الدوله، في ايد القانون، انت مالكش دعوه. طيب بلسانه بقى، بلسانه انك تشتم، يعني ده اللي انت فهمته؟ انت اللي فهمته من الحديث ان انت تغيره بيدك او بلسانك. طبعا بيدك ده احنا مش في فوضى، ولا هي عافيه، في دوله، والدوله ما فيش قوانين تمنع الكلام ده. اذا ايه بقى؟ فبلسانك. طب بلسانك انك تشتم؟ الشرع قال لك عشان تغير حاجه تروح شاتم الزوج او تشاتم الست دي تقول عليها كذا او الرجل؟ طبعا هتقول لي انت يعني عايزنا ما نشتمهمش تدافع عنهم. يا سيدي ما بدافعش عنهم، بس انا شايف ان دي مخالفه شرعيه ودي مخالفه شرعيه الاثنين، ان انت تغير. يا سيدي ادعي لهم بالهدايه، لو انت شايف ان هم محتاجين هدايه ربنا يهديهم. هل انت يعني هيحصل لك حاجه لما تقول ربنا يهديهم؟ لا، مش هيحصل لك اي حاجه خالص. وانا رايي ان منى زكي اكيد عارفه الانتقادات اللي بتوصل ليها ولجوزها، يعني اكيد بتوصل لهم هما الاثنين. ورأيي ان هي حتى لو شايفه ان الناس من وجهه نظرها طبعا متاخره او بلدي، او ان الكلام ما يعني عادي جدا احنا اخوات، على الاقل عشان شكل مثلا الانتقادات دي شكلها مش حلو. يعني احتراما حتى لزوجك، حتى لو انت مش مقتنعه بكلام الناس وشايفاهم يا ستي يعني رجعيين ومش عارف ايه وكده من وجهه نظرك، يعني احتراما ليه، عشان يعني
الانتقادات دي تخف عليه شويه لان هي مش كويسه. فبالتالي لو موضوع السلام بالطريقه دي هيجيب انتقادات لزوجك وانتقادات صعبه جدا وفيها يعني زي ما احنا يعني في من الحلقه كلها عمالين نتكلم، فرأفة بيه هو بس، رأفة بيه حتى لو انت مش مقتنعه الموضوع ده يتغير او طريقه اختيارك للافلام تتغير نفسها. يعني بعد الهجوم الشنيع جدا على احكي يا شهرزاد كلنا توقعنا ان طبعا احمد حلمي وقتها يعني كان في قمة نجوميته وخد هجوم جامد جدا، يعني كان بداية يعني بمنحنى او الداون جريد لاحمد حلمي، بداية سقوط نجومية احمد حلمي. توقعنا بعدها ان هي هتخلي بالها ده في اختياراتها اللي جايه لانها هتأثر على زوجها اكيد، واكيد الانتقادات وصل لها. اتفاجئنا كمان بالفيلم اللي احنا جبنا سيرته ده فيلم نتفليكس، وكأن مش مشكله خالص، يعني مش مشكله الهجوم اللي بيواجهه احمد حلمي. والمناسبه احمد حلمي نجوميته اتاثرت جامد جدا بسبب الموضوع. ولكن كلمه اخيره برضو للممثلين اللي اغلبهم بالمناسبه طالعين من طبقات اجتماعيه فقيره جدا او متوسطه، وكان الكلام ده عيب قوي ان راجل معدي يلاقي جاره مثلا معدي مع مراته، المفروض ان في الشارع على فكره ده ما بيسلمش عليه. وربنا يهدي الجميع على فكره. بالمناسبه انا مش مع القبولات ولا الكلام ده بين الراجل والست، او على فكره بقى اكتر من كده والله بين الرجاله وبعض وبين الستات وبعض، لانها اصلا يعني تعتبر منبع للامراض اساسا. يعني المفروض يبقى فيه تباعد، مش عشان كورونا ولا عشان اي حاجه في اي وقت يعني طبعا بعد كورونا بس في متحورات جديده وكده. الانفلونزا العاديه السلام احسن من عادي بالايد، يعني هو السلام بالايد ماله؟ معنى ان انا بسلم على واحد بايدي ان انا بكرهه مثلا فلازم اعبر له قد ايه ان انا بحبه فاقعد ابوس فيه واحضنه؟ ياما ناس باست وحضنت وكانت من جواها بتكره الناس اللي قدامها عمى. منتظر الحلقه الجايه.